وفاة الفنان أشرف عبد الغفور بحادث أليم على طريق مصر اسكندرية الصحراوي. إيه هي رد فعل الفنانة ريهام عبد الغفور بعد سماع الخبر؟ ومين هو المتسبب في الحادث؟ يا ترى إيه مصيره؟ وإيه وضع زوجته الصحي بعد الحادث؟ وإيه اللي حصل وقت رحيله؟ كل ده هتعرفوه. ولو عجبك الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب للقناة عشان يوصلك كل جديد. من ساعات انتشر خبر وفاة الفنان أشرف عبد الغفور على منصات التواصل الاجتماعي، والخبر ده كان محزن جدا لكل جمهور كمان في الوسط الفني، لكن قضاء الله وقدره قد نفذ. اللي حصل ان الفنان أشرف عبد الغفور كان سايق عربيته بنفسه هو وزوجته، وكان رايحين لبنته ريهام عبد الغفور عشان يتعشوا مع بعض، لكن هو ما رجعش غير على قبره وامر الله نفذ. وهو كان سايق العربيه بتاعته، والمفاجاه ان هو مش اللي غلطان في الحادث، في سواق هو اللي غلطان وتسبب في حادث التصادم. اسمه مهند وعنده 33 سنه. لما صدم عربيته من ورا ده ادى لخلل في العجله الخلفيه، لكن قبل ما يروح المستشفى كان عضله القلب اتوقفت بسبب الخضم من الحادث، وده اللي كشفته التحريات الاوليه ان الرحيل حدث في الحال. لكن رغم كده نقلوه في عربيه اسعاف وودوه المستشفى على امل ان هم ينقذوه، على امل ان يكون في غيبوبه او ينعشوا القلب ويسعفوه، لكن الوضع كان مش كويس. وانتهت حياه الفنان اشرف عبد الغفور في 3 ديسمبر سنه 2023 عن عمر ناهز ال 81 سنه. وعلى طول النيابه اتدخلت واشتغلت على الحادث وبدات التحريات واللي حصل فيه، واكتشفوا ان في سائق هو اللي تسبب في الحادث وهو عايش وتم القبض عليه، وفي تحقيقات بتحصل مع المفاجاه الاكبر ان ورا الحادث ده فنان تشكيلي. الشاب ده كان ماشي بعربيته بسرعه واتصدم بعربيه الفنان اشرف عبد الغفور من الخلف، وده اللي خلاها تتكسر بالشكل ده. وكمان لما فاطمه زوجة الفنان اشرف عبد الغفور تفوق وتبقى كويسه، اكيد هيكون عندها اقوال توضح للنيابه تفاصيل اكتر، وهيكون مثير السائق ده السجن اذا كان مدان في الحادثه بشكل كلي حسب ما قالت التحريات الاوليه. ده غير ان هتتعمل كل الاجراءات اللي تكشف التفاصيل، وتم التحفظ على السواق واخذ عينه من دمه عشان تعمل تحليل الممنوعات وتحريات عنه، عشان تكون النيابه على درايه بكل شيء. فاطمه المشهوره باسم شمعة زوجة الفنان اشرف عبد الغفور وضعها مأساوي، لكن هي تعرضت لبعض الكدمات في جسمها، لكن الوضع المأساوي عن نفسيتها بسبب موت زوجها ورفيق حياتها اللي رحل قدام عينها بعد سنين العشره الطويله، قصة الحب اللي بينهم. أما عن رد فعل للفنانة ريهام عبد الغفور، كانت متعلقة جدا بوالدتها وما كانتش متخيلة إنها ممكن تكون في الموقف ده في يوم من الأيام، ودخلت في حالة انهيار كبيرة لدرجة إن رجليها ما كانتش شايلها. ولما راحت المستشفى عشان تشوف باباها وتودعه وتطمن على والدتها، كان معاها بعض زميلاتها زي الفنانة حنان مطاوع ودينا الشربيني، كانوا جنبها بيساندوها ويقفوا معاها في الأزمة الصعبة دي. وضع ريهام عبد الغفور صعب جدا لأنها كانت متعلقة بيه وكانت مستنيهم في البيت عشان يتعشوا معاه، لكن جات لها مكالمة تليفون إن باباها الله يرحمه ووالدتها في المستشفى، وهي كانت قالت عنه قبل كده في لقاء: أنا بنت أبويا ومتعلقة بيه جدا ومرتبطة بيه وورثت منه حب الفن، ولما كان حد بيجي يتصور معاه وأنا صغيرة كنت بخبي وشي، أنا ليا أخت وأخ أكبر مني بكتير. وريهام عبد الغفور كتبت على صفحتها بعد موت والدها وقالت: إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن على فراقك لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إن لله وإن إليه راجعون. مش مصدقة والله إني كنت بكتب عنك كده، هتوحشني قوي يا حبيبي. اتوفى إلى رحمة الله تعالى أبويا وحبيبي كل حاجة عندي في الدنيا. ومن بعدها انهالت عليها التعازي والمواساة وبعد ردود الفنانين والفنانات، وكانت أولهم شريهان اللي كتبت بوست وقالت: إن لله وإن إليه راجعون، في قيمة وقامة إنسانية فنية كبيرة. الفنان المحترم أشرف عبد الغفور. أتقدم بخلص العزاء أولا إلى قرة عين ووالدها المغفور له بإذن الله الفنانة الرائعة غاليتي ريهام عبد الغفور، وإلى جميع أفراد أسرته الكريمة وجميع زملائه وأصدقائه وأحبائه. خلينا أفكركم بسرعة إن الفنان أشرف عبد الغفور اتولد في مدينة المحلة الكبرى سنة 42، وبدأ حياته الفنية من خلال مسرحية جولف دام هانن سنة 62، واستمر مشواره بمشاركته في 25 فيلم سينمائي، آخرهم كان سنة 77 بفيلم حلوة يا دنيا الحب، وليه أكثر من 150 مسلسل تلفزيوني، وكان أبرزه من الأعمال التاريخية والدينية بسبب براعته في اللغة العربية مثل الإمام مالك في القضاء في الإسلام وعمر عبد العزيز وهارون الرشيد والليث بن سعد. تولى منصب نقيب الممثلين سنة 2011، وآخر أعماله شاركها في مسلسل رشيد في رمضان اللي فات، وليه مسلسل لسه ما اتعرضش اسمه السر. ربنا يرحم أشرف عبد الغفور ويدعو له بالرحمة ويصبر بنته ريهام وباقي أولاده وينجي والدتهم وترجع بيتها بالسلامة.